السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي النهارده إن شاء الله أول درس في الكورس بتاع إنشاء المواقع أو المتاجر الإلكترونية. خلّينا قبل ما نبتدي ندّي مقدمة صغيرة بس عن الموضوع أو إيه اللي إحنا محتاجينه عشان نبتدي. الطبيعي إن أنت عشان تعمل موقع زي الموقع ده كده خلاص، يبقى أنت بتعرض عليه الشغل بتاعك أو موقع للشركة بتاعتك أو حاجة من المواقع دي، المفروض إن أنت بيكون عندك حاجتين، حاجة اسمها domain وحاجة اسمها استضافة. الdomain وهو الاسم الفريد اللي هيبقى الخاص بالموقع بتاعك، وليكن مثلًا أنا الموقع بتاعي عايزه يبقى باسمي، فالdomain بتاعي عمار الصاوي دوت كوم. الdomain ده ما بيتكررش، يعني لو حد جه يكتب الdomain ده أو يستخدم ده أو عايز يشتري واحد زيه ما ينفعش، لازم يغيّر فيه طالما الاسم اتاخد مرّة ما بيتاخدش تاني. تاني حاجة وهي الhost أو الاستضافة اللي هتشيل الموقع بتاعك، اللي هيتحط عليها الdata يبقى مكتوب عليها الكلام واللي تعرض الموقع بتاعك online في أي مكان في العالم، وفي نفس الوقت يتحط عليها الصور وهكذا. طيب أنا دلوقتي عايز أبتدي وعايز أبتدي بشكل مجاني عشان أتعلم أو باجرّب أو حتى هانشئ موقع لحد ولسه يعني أنا مش هارفعه online دلوقتي. وقتها بقى هاجي أبيعه وهاخلّص الشغل وهاسلّمه، فأعمل ده إزاي؟ وحتى كمان أنا لو عايز أعمل ده بشكل مجاني بحيث إن أنا مش هاغرم domain واستضافة دلوقتي وأنا ما أعرفش لسه هييجي لي شغل والّا لأ، لإن الdomain والاستضافة مهمًا كانوا يعني في أسعار كويسة من شركات كويسة زي Hostinger مثلًا، هيظل سعرهم غالي، هنخش فيما يقرب من 5 ل6000 جنيه. فإحنا دلوقتي هنبتدي نعمل domain مؤقت أو domain مجاني على مكان، وهنحتاج نعمل host أو server يكون خاص بينا مجاني ولكن يكون على الجهاز، بيسموه local server، يعني مش هيتعرض لحد على النت، مش هتعرف تبعت الموقع، هيبقى الشغل موجود عندك على الجهاز أو جهازك نفسه هو هيبقى السيرفر. طيب هنعمل ده إزاي؟ عشان نيجي نثبّت أو نشتغل على الWordPress ونعمل أي موقع من المواقع دي. أول حاجة هنحتاجها في طبعًا برامج كتير بتعمل لك host على الجهاز، ولكن أنا شُفت أفضل برنامج ثابت ومجاني بالكامل تقدر تشتغل عليه وسهل ويخلّيك تتحرّك كويس من غير ما تدفع فلوس، هو برنامج اسمه local. لو جينا هنا كتبنا في الsearch تعالَ نفتح هنا ونكتب جوجل مثلًا وندخل على جوجل، هنكتب هنا في الsearch local، هندخل أول نتيجة هو ده. ده البرنامج بتاعي، البرنامج ده باختصار هيخلّيني أقدر أعمل الجهاز بتاعي server عن طريق البرنامج، أثبّت عليه كل المواقع بتاعتي سواء أنا باعملها لعميل حقيقي أو باجرّب أو باتعلّم، ويفتح لي البيئة بتاعة WordPress أشتغل عادي خالص، ويبقى معايا domain مجاني وserver مجاني أشتغل عليهم في الأول. طيب خلّونا نعمل download للبرنامج، طبعًا البرنامج شغّال على Windows وعلى Linux وعلى الMac، فما عندكش أي مشكلة لو عندك أي جهاز من دول. خلّينا نعمل download for free. هييجي هنا يطلب منّي شوية بيانات أملاها، فبيقول لي الplatform اللي أنت هتشتغل عليها إيه، يعني النظام بتاعك إيه، طبعًا أغلبنا شغّال Windows فأنا هاختار Windows وأنا شغّال حاليًا Windows. هنيجي نكتب الاسم بتاعي ولنفترض أي اسم، نكتب مثلًا أي حاجة هنا. لو كتبت بياناتك مضبوط عادي يعني مش هتفرق الاسم في حاجة، خلّينا نكتب هنا مثلًا سِم ماشي، بيقول لك الorganization بتاعتك أو المنظمة أي اختيار هنا يعني ما فيش حاجة، ممكن نعمل independent أو freelancer وممكن تكتب هنا الإيميل بتاعك وإيه، وممكن لأ. هنيجي نعمل لأ، هنا طالب إنك تكتب الإيميل، ماشي خلّينا نكتب الGmail بتاعنا، نكتب مثلًا الإيميل ده، ده الإيميل الخاص بالموقع بتاعي عشان نسجل ونعمل له get it now. ابتدى يحمّل معايا هنا فوق أهو على اليمين بشكل طبيعي خالص، البرنامج مساحته 708 ميجا، هيخلّص تحميل وأرجع لكم. جميل جدًا، بعد ما البرنامج يتحمّل معايا، آجي هاعمل هنا open file عشان أشوف الملف بتاعه، هندخل هنلاقي البرنامج أو التسطيبة بتاعته هنا، تعالوا بس أكبّر لكم الصورة شوية، خلّيها هنا كده مثلًا، ده البرنامج بتاعنا، هنيجي نثبّته عادي زي أي برنامج طبيعي خالص، هنروح دايسين عليه double click هيبتدي يثبّت معانا، وركّزوا معايا في الإعدادات عشان تعملوها بالضبط، هاشرح لكم كل حاجة وتشتغلوا بيه إزاي. طيب دلوقتي هو هنا بيسألني بيقول لي: "أنت عايز تثبّته للaccount ده بس والّا لأي account؟" طبعًا أنا عشان شغّال على حاجة اسمها sandbox اللي هو نظام منفصل عن الجهاز بتاعي، لو أنتم حابين ممكن أبقى أشرح لكم ده إزاي، فحاليًا هاخلّيني أقول له هاثبّته هنا بس، هاعمل له next. بيقول لي: "عايز تثبّت المكان فين؟" سيبه زي ما هو عادي على الC، هنقول له install وهيبتدي يثبّت البرنامج. طيب بعد ما سطّبنا بيبتدي يظهر لي الشكل ده، بيقول لي إن أنا هاشغّل البرنامج، فبابتدي أقول له finish. جميل جدًا، هنا بيجيب لي إن أنا أوافق على الشروط والأحكام، باقول له أنا قريتها وأنا موافق I agree. يبتدي يفتح معايا البرنامج، بيطلب منّي إن أنا أعمل account، فممكن أقول له create a free account وأروح جاي داخل هنا عامل account على البرنامج عشان يربط عليه الحاجة بتاعتي، ممكن أسجّل عن طريق جوجل، ممكن لو أنا عندي إيميل على الGitHub أو ممكن أستخدم إيميل لوحده أو أسجّل بيانات أنا بإيميل تاني شخصي عندي، فخلّينا نعمل إيميل مؤقت نسجّل بيه دلوقتي،
ندخل على حاجة اسمها الtemp mail. temp mail ده بيتيح ليك إيميلات لمدة معينة تستخدمها، حاجات مؤقتة يعني، نستنى أمّا الإيميل بتاعنا يظهر. طبعًا أنت المفروض تسجّل بإيميلك اللي أنت عايز تشتغل بيه يبقى أفضل. هاجي هنا هاقول له أنا هاسجّل بإيميل عادي، الfirst name هنسميه مثلًا زهير، وهنا هنسميه سِن، والإيميل address هيبقى ده، وهاقول له create your account. طبعًا بيقول لي إن أنا هابعت لك verification عشان أتأكد إن الإيميل ده معاك، أنت حاطط إيميل مضبوط، فباجي هنا أستنى ألاقي المفروض جالي الرسالة أهي، هادخل عليها وأعمل activate أو verify للإيميل بتاعي عشان يسجّل. خلاص دلوقتي هو عمل الإيميل بتاعي على الlocal عادي، وجايب لي البيانات بتاعته هنا. أنا هنا هاقول له open local عشان يفتح على الجهاز، يقول لي أنت عايز تفتحه على الجهاز، هاقول له آه، تمام. هو هنا دلوقتي دخّلني على البرنامج، ده شكل البرنامج بسيط جدًا. ولحد المرحلة دي خلاص مبروك عليك، أنت يُعتبر بقى عندك server تقدر تعمل عليه أكتر من موقع، الserver مصدره الجهاز بتاعك، تقدر تعمل عليه أكتر من domain وتجرّب عليه الشغل بتاعك. الموضوع ده طبعًا مفيد في إنك تقدر تعمل شغل ما تعرضوش online، سواء بتعمله لحد أو حاجة، أو تجرّب وتتعلم عليه. فخلّينا هنا نبُص على الإعدادات بتاعة البرنامج. لو جينا فتحنا دي كده، هنا في عندك شوية إعدادات. لو دخلنا على الpreference تقدر تغيّر الtheme أو الشكل بتاع البرنامج، ممكن نخلّيه dark، تمام، ونعمل له apply فيخلّيه لونه أسود. بيقول لك لو أنت عايز تفتح terminal اللي هو تكتب فيه أوامر، هنقول له ماشي افتح الCMD بتاع الجهاز. لو أنت عايز تعمل browse لfile نخلّي browser معيّن هو الdefault، فهنختار مثلًا الEdge. أنا ما عنديش غير الEdge دلوقتي. لو أنت عندك Google Chrome هنا هتختار، هتلاقيه موجود، هتعمل Google Chrome. ده هنا بيقول لك إن لمّا آجي أفتح أي link أو حاجة ليها علاقة بالموقع بتاعك، أفتحه في أنهي browser، عايز أنهي اللي يبقى الأساسي. فأنا ما عنديش غير الEdge، هاقول له الEdge دلوقتي وهادوس له apply. لو جينا هنا دخلنا هنلاقي شوية إعدادات. هنا مثلًا في الnew site default، يا ريت تضبّطوا الإعدادات دي. الenvironment أو البيئة اللي هنشتغل عليها هنخلّيها preferred اللي هو بيفضّلها. الadmin email ده طبعًا الإيميل اللي إحنا حطيناه، أنا يُفضّل تحط الإيميل الرسمي بتاعك. الdomain هيبقى آخره .local طبعًا عشان ده domain مجاني، تمام. هنا بيقول لك الpath أو المسار اللي هيتحفظ فيه الحاجة. لو دوست هنا browse أقدر أغيّر المسار، مثلًا أحطه في حتة تانية، أنا هاسيبه زي ما هو حاليًا. ودي اللغة بتاعة البرنامج الEnglish، حاليًا ما فيش لغات تانية تقريبًا. وهنا تقدر تعمل exporting لو عندك ملفات من دي تقدر تحطها. وهنا لو جينا دخلنا على connected account، نقدر لو أنت عندك account في أي شركة من الاتنين دول تقدر تربطه. الadvanced هنا بيقول لك الموضوع هيبقى site domain والّا local host، هنخلّيه site domains عشان نقدر نعرض الدومينات أو نبعت اللينكات لحد. وخلاص كده خلّصنا الإعدادات دي، نيجي ندخل على الواجهة الرئيسية. تمام. طيب في عندك هنا برضه شريط في الجنب. لو جينا دوسنا على دي، هنا بيقول لك لو في platform معيّنة أنت عايز تعمل عليها connect، إحنا شُفناها جوّه. هنا لو جيت دخلت بيبقى في حاجة اسمها blueprint. الblueprint دي باختصار أنت بتعمل شكل معيّن، يعني بدل ما أنت كل مرّة تيجي تعمل create site لمّا نيجي نعمله دلوقتي وهتشوفه، فبدل ما تعمل نفس الإعدادات كل مرّة في كل site هتبتديه، لأ ممكن تعمل هنا زي مخطط تجهّزه يبقى ثابت، كل site يشتغل عليه على طول بدل ما تقعد تضبّط في الإعدادات. هنا بعض الadd-ons أو الحاجات المساعدة مش محتاجين منها حاجة دلوقتي، هنرجع لها فيما بعد. طيب نيجي هنا تاني للصفحة الرئيسية، وجايب لي زرار كبير سواء من هنا أو من تحت هنا بيقول لي create a new site. تعالوا نعمل site جديد مع بعض. بيقول لي أنت عايز تعمل، هاقول له create a new site والّا create from a blueprint. طبعًا لو أنا عامل blueprint جاهزة بحاجة هنختار دي، إحنا هنعمل site من أول وجديد وهندوس continue. هنا بيقول لي سمّي الsite بتاعك أو اسمه هيبقى إيه، وعندك هنا advanced option، تمام. خلّينا نفترض إن إحنا هنعمل site لشركة SEO أو market، فهنسميها مثلًا market، خلاص. أو خلّينا نكتب مثلًا اسم للشركة هنسميها مثلًا brand. وهنيجي على الadvanced option هنا نفتحها. بيقول لي الdomain هيبقى اسمه brand.local، هاقول له تمام. طبعًا أنا أقدر أغيّر .local دي أخلّيها باسمي زي ما أنا عايز من الsettings جوّه. وده المسار اللي هيتحفظ فيه الملفات بتاعة الموقع. هاقول له والله أنا كده تمام، اعمل لي continue. هيدخّل لي على البيئة التانية، هاقول له preferred زي ما إحنا سايبينها continue. هنا بيقول لي عايز الuser name والpassword بتوع الWordPress. لمّا بنيجي ندخل على الموقع بتاعنا لمّا بنكون عاملينه بالWordPress، وهاعلّمكم إزاي تدخلوا عليه فيما بعد، لازم بيبقى في user وpassword بتدخّلهم عشان تقدر تدخل. فخلّينا نعمل user وpassword للموقع، إحنا مسميينه brand، هنخلّي مثلًا الuser هيبقى اسمه brand نفس اسم الموقع. والpassword هتختار أي password يكون سهل بالنسبة لك وتفتكره، بس يا ريت يكون قوي. أنا عملت الpassword بتاعي. وهنا بيقول لك الإيميل اللي هيبقى متحكم هو أوتوماتيك واخد الإيميل اللي إحنا دخّلناه له. طبعًا هنا هتلاقي ظاهر الإيميل بتاعك وتقدر تغيّره وتحط إيميل تاني. هنيجي عند الadvanced option، هنا بيقول لي الWordPress بتاعك
اللوحة بتاعته والموقع بتاعك هيبقى إنجليزي والّا هيبقى إيه؟ طبعًا هنفترض إن إحنا هنعمل شركة زي ما إحنا قُلنا market أو إعلانات، فإحنا بنواجه أو بنخاطب السوق العربي، فهنخلّي الموقع بتاعنا بالعربي، هنختاره عربي، و أنت عايز يبقى أكتر من site لأ هو واحد، فهنسيب دي زي ما هي ونقول له add site. دلوقتي هو بينشئ لي الsite بتاعي وحرفيًا بيسطّب لي الWordPress وبيعمل لي كل حاجة. أنا دلوقتي وصلت لمرحلة إن أنا بقى عندي site هافتحه لكم دلوقتي وهتشوفوا شكله ونقدر نتحكم فيه ونعمل فيه كل حاجة. ممكن يجيب لك رسالة زي دي هتقول له allow عشان ياخد host. هنا بيقول لك إن السيرفر ده عايز يشتغل برضه هتقول له allow. ده سيرفر الNGINX وهيبتدي يعمل download للWordPress أو يثبّته عندنا على الdomain اللي إحنا اخترناه. فبالشكل ده أنا كده عملت domain مجاني، عملت سيرفر مجاني، أقدر أدخل دلوقتي وأشتغل، أعمل موقع كامل، وحتى فيما بعد ممكن آخد الموقع ده وأنقله. نسيب دي يخلّص وأرجع لكم. تمام، دلوقتي هو ضاف الsite بتاعي، دي الإعدادات، بيقول لي إن الdomain هيبقى اسمه brand.local. طبعًا أقدر أغيّره في أي وقت. بيقول لي عندي هنا حاجة اسمها الSSL. إيه هي الSSL باختصار؟ الSSL هي الشهادة اللي بتخلّي الموقع بتاعي يبقى محمي أو أمان أو HTTPS. يعني أنا لو جيت دخلت هنا كده ودخلت مثلًا على الموقع بتاعي، هاجي أبُص ألاقي جنب الموقع بتاعي علامة القفل ومكتوب connection is secure. ولو جيت بصيت هنا في الرابط هالاقي الرابط آخره S، الHTTP دي آخرها S. فالموضوع ده مهم جدًا لازم نعمله. لو أنا جيت دخلت على الموقع بتاعي حتى وكتبت HTTP بس ودخلت، هتلاقيه هو by default حوّلني وخلّاها HTTPS. فأنا لازم هنا في البرنامج آجي عند الSSL، دي تاني خطوة، أعمل له trust عشان يبتدي يسطّب أو يثبّت الSSL بتاعتي. خلاص، ما خدش دقيقة حتى وقال لي trusted، يبقى الموقع ده بقى HTTPS. هنا الweb server والPHP الحاجات دي مش هالعب فيها، مش هاقرّب منها. الMySQL برضه كل ده مش هالعب فيه. أنا ممكن بس الاختيار ده كده أقول له one click admin، يعني أنا أشغّل الاختيار ده لمّا أنا آجي أدخل على الsite هو يدخّلني على الadmin مباشرةً. بس هنقفله دلوقتي عشان أوريكم ندخل إزاي، وبقية الحاجات دي هاسيبها مش هالعب فيها. خلاص؟ طيب أنا الsite عندي هنا شغّال. أنا باعرف إن هو شغّال أو مش شغّال منين؟ من عندي هنا علامة فوق اسمها stop site. لو أنا جيت دوست عليها كده، فأنا دلوقتي الsite بتاعي ما بقاش شغّال. لو عايز أفتحه هابتدي أشتغل عليه أو أعرضه، فباروح جاي دايس هنا start site، أتأكد إن أنا دوست عليها في الأول. تمام؟ طيب خلّينا نشوف الsite مع بعض. ممكن لو جينا هنا دوسنا open site هيفتح لي الEdge أو المتصفح اللي أنا اخترته by default. نيجي هنا هنلاقيه هو فتحه أوتوماتيك، وبابُص لقيت عندي الsite بتاعي الاسم بتاعه أهو brand.local. لسه شهادة الSSL ما اتفعّلتش لو واخدين بالكم، هي لسه مكتوب عليها not secure أهي، شوية وهتتفعّل. ممكن دقيقة دقيقتين وتلاقيها اتفعلت، وده الموقع بتاعنا بقى قدامنا دلوقتي. طيب أنا ده الموقع اللي الناس بتشوفه. أنا إزاي أقدر أدخل على لوحة التحكم؟ عندي طريقتين. الطريقة الأولى من البرنامج نفسه، والطريقة التانية دي هاعلمها لكم، دي هتبقى الأساسية في أي موقع بيتعمل بWordPress. خلّينا نقفل ده دلوقتي ونرجع تاني للبرنامج بتاعنا ونيجي نقول له عايزين ندخل على لوحة الadmin، فهاختار WP admin. أول ما بادخل عليها استنى دقيقة، المفروض يفتح لي. أيوه فتح أوتوماتيك أهو وبيجيب لي الشكل ده. تمام، أبتدي هنا أكتب الuser والpassword اللي أنا سجلتهم في الأول. طيب أنا عايز أدخل على أي موقع WordPress سواء أنا عامله على البرنامج ده أو عامله في حتة تانية، إزاي أقدر أدخل عليه؟ أنا إزاي أقدر أوصل للوحة دي اللي تخلّيني أدخل على لوحة التحكم بتاعة الموقع نفسه عشان أبتدي أعدّل في الشكل بتاعه وأثبّت السيمة وأشتغل على الplugin والحاجات دي كلّها هنعرفها فيما بعد. فأنا ببساطة شديدة هاجي هنا هاكتب الdomain بتاع الموقع بتاعي اللي بابحث عنه brand.local وأدوس enter. عايزين نعرف بس الشهادة لسه ما اتثبتتش ليه، فممكن نيجي هنا كده ونكتب له HTTPS نتأكد هي اتسجلت والّا لأ، وندوس enter. فعلًا اشتغلت والS أهي موجودة وأدي الموقع بتاعنا. طيب أنا عايز أدخل على لوحة التحكم اللي أنا دخلت عليها دي. الطريقة التانية أو الطريقة اللي أنت المفروض تكون عارفها إن أنا باجي هنا عند الdomain بعد ما أكتب الdomain باروح عامل علامة الslash المايلة دي وأكتب WP-admin. الكلمة دي ضروري تبقى حافظها، دي اللي هتدخّلك على أي admin بتاعة الويب سايت. أدوس enter هيفتح لي الشاشة دي. طيب بعد ما بيفتح لي الشاشة دي هاروح جاي هنا كاتب الاسم المستخدم أو البريد الإلكتروني. أقدر أكتب الإيميل اللي أنا سجلت بيه أو أكتب الاسم اللي إحنا عملناه سوا اللي هو brand، وآجي عند كلمة المرور أكتب الباسورد اللي أنا عملتها. لازم تكون حافظ الباسورد كويس. وممكن أعمل هنا تذكّرني عشان ما احتاجش أكتبهم تاني وأقول له دخول. طيب أنا كتبت الاسم لقيته غلط، اكتشفت إن أنا باكتب دوست على حرف غلط، ما كنتش كاتب brand كتبتها كده، مش عارف ليه حصلت.
نكتب هنا E، ببص لقيت انا كاتب الاسم غلط. طبعا انت تقدر تغير هنا الاسم، وزي ما قلنا نكتب الايميل بتاعك، وهنيجي نكتب الباسورد، هيروح مدخلنا عملنا تذكرني نعمل دخول. دلوقتي انا وصلت ان انا فتحت لوحه التحكم، هعمل له سيف للباسورد تمام واليوزر. انا دلوقتي دخلت على لوحه التحكم بتاعت الووردبريس اللي انتم شايفينها هنا على اليمين. هنبتدي نشرح واحده واحده ايه كل حاجه من الحاجات دي وبتعمل ايه، ازاي نثبت سيمه او شكل، او نعمل احنا شكل يبقى زي ده او اي موقع من المواقع دي، ونبتدي نعدل فيه ونخليه موقع احترافي. في الوضع الحالي انا لو جيت دخلت هنا وعملت زياره للموقع، هاجي ابص الاقي ايه؟ ده شكل الموقع بتاعي، دي السيمه اللي متثبته، وده شكلها ما فيهاش اي حاجه، موقع فاضي خالص. مبروك عليك، انت كده دلوقتي عملت اول موقع ليك بدومين وايميل مجاني. الموضوع سهل جدا، هنبتدي نعدل فيه مع الدروس اللي جايه واحده واحده، هتلاقي الموقع بتاعك ابتدى يظهر، وهتلاقي الموضوع لطيف جدا. فاجي هنا ممكن بقى اروح اعمل حاجه تانية. انا مش عايز يعني هقفل هنا دي كده خالص، وانا عايز لما اجي ادخل ما اقعدش اكتب كل مره. فممكن عند الوان كليك هنا اروح دايس عليها، وهو يقول لي سيلكت ادمن، هقول له ده الادمن. ولو جيت دوست هنا دبليو بي ادمن، هيروح مدخلني على الادمن بتاع الموقع على طول دي، او هيروح فاتح او راح مدخلني اوتوماتيك على الادمن، بدل ما انا اكتب اليوزر والباسورد هو هيبقى حافظهم اوتوماتيك. لحد هنا الدرس بتاعنا يكون انتهى، اتمنى تكونوا استفدتوا وما يكونش الموضوع صعب. لو في اي سؤال او اي استفسار في التثبيت او في اي اعداد هنا او حاجه انتوا مش عارفينها او تهتوا فيها، اكتبوا لي تحت في الكومنتات، انا برد على كل الكومنتات وبشوفها، هساعدكم فيها ان شاء الله. اتمنى الدرس يكون مفيد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ونبتدي نتعرف فيه على اللوحه دي بتعمل ايه، وازاي نثبت السيمه ونظبط الاعدادات عشان نبتدي نعمل الموقع او المتجر بتاعنا. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.